أهلا بيكم، أنا سامية علوبة. النهاردة هكلمكم عن سؤالين بتسأل فيهم كتير وهما لهم علاقة ببعض. إيه الفرق بين حب النفس والأنانية؟ والطيبة يا ترى هي ضعف ولا قوة؟ حب النفس اتفقنا إنه إجباري. حب النفس بيحمي النفس، بيحمي إنه الواحد يحافظ على عزة نفسه وإنه ما يخليش الآخرين يستغلوه، لكن له حدود. حب النفس مش دايما هفكر في نفسي بس، عادة بفكر في الآخرين، في اللي حواليا، في الظروف اللي حواليا، وهفكر في نفسي لما لازم أحمي نفسي وأحمي اللي حواليا. فمثلا إمتى الشخص بيبقى أناني بيحب نفسه زيادة عن اللزوم؟ لو في كل موقف هيتعامل فيه مع الناس بيفكر دايما في إيه اللي هيعود عليه هو أولا. يا ترى هيعود عليه شهرة في العمل اللي هيقوم بيه مع الناس، شهرة أكتر؟ يا ترى هيعود عليه بمادة، فلوس أكتر؟ يا ترى براحة أكتر؟ في مثلا مكان بيعلن عن شغل، يجري الأول هو يلم كل المعلومات ويخليها لنفسه ويروح يقدم للشغل ده الأول لنفسه، لما يضمن نفسه يعرف الآخرين مع إنه عارف إن هم كمان محتاجين يقدموا الشغل. حب النفس لما يكون في موارد محدودة وأنا أكفي نفسي الأول وبعدين أفكر في الآخرين. طبعا همثلها في حاجة بسيطة جدا بتحصل يمكن كل يوم. كل بيت أوقات بيبقى فيه أكل معين محدود، اللي بيحب نفسه الأول بيغرف من الأكل ده كمية اللي تشبعه هو، وبعدين يسيب للآخرين مش مهم، ما بيفكرش فيهم، مش هو بقى بياخد على قده عشان يسيب للباقيين. تيجي بقى في كذا حاجة. حب النفس كمان الناس اللي بتحوش معلومات مش شرط تكون بس مفيدة لنفسه فقط، ما يكونش عايز يخلي اللي حواليه يعرفوا نفس الحاجات عشان ما يبان هو أعلى منهم، سواء ثقافة أو إنه معلوماته أكتر أو هو عارف حاجات أحسن وهو قريب أكتر من شخص معين فعارف عنه كل حاجة. ده نوع من الأنانية، عدم إشراك الآخرين في المميزات. عشان حب النفس ما يتقلبش الأنانية في خط معين ما نتعدهوش. نفس الحاجة في الطيبة. الطيبة ميزة كبيرة. الشخص الطيب بيحس بشعور الآخرين، بيحط نفسه في موقفهم، بيبقى متسامح لأنه طيب وفاهم إنه مش شرط اللي قدامي يتصرف بطريقة معينة يبقى عشان هو وحش أو هو عاوز يأذيني. بيحط نفسه دايما في موقفهم، بيتفهم، عقله متفتح، قلبه متفتح، مش عاوز يشوف اللي حواليه في أزمات، بيحاول يساعدهم قد ما يقدر. ايه الحدود برضو للطيبة عشان ما يبقاش استغلال او ما يبقاش ضرر للنفس؟ لما الطيبة دي تكون هتسبب ضرر للناس اللي مسؤولة مني. فلو انا ربة اسرة او مسؤولة وعندي برضو اصحاب قريبين لازم احافظ عليهم، ما اقدرش ابقى طيبة بالدرجة انه اخلي عيلتي واصحابي ينضروا من الموقف اللي هاخده او العمل اللي انا هعمله. لكن لو انا شخص مسؤول عن نفسي فقط، كتير الشخص ده بيقرر ممكن يسبب لنفسه شوية ضرر لو كان المنفعة اللي هتعود على الآخرين أكبر من الضرر اللي هيعود على الشخص. ده مش ضعف، دي قوة. وده مش شخص ساذج ولا شخص ضعيف، لا ده شخص طيب. يا رب أكون وضحت النقطة دي. هلخص: الطيبة مش سذاجة، هي عطاء، هي حب، هي ميزة. حب النفس مش عيب طول ما زادش عن حده. أنا عايزة أشارككم في حاجة مختلفة تماما. النهاردة مبسوطة جدا عشان بقالي فترة في أمريكا ما قدرتش أرجع لسه، وعرفت عن حدث إنه في نادي من المصريين كان وقف يسهر من وقت كوفيد، أول مرة يجتمعوا تاني، وكان بمناسبة كمان ماتش الكورة اللي حاصل في فلوريدا بين الفرقة بتاعت فلوريدا والفرقة النادي الأهلي. كنا رايحين، اتبسطت جدا، رحت قابلت ناس مصريين، واللي بسطني اكتر كمان منهم عدد كبير كانوا بيقولوا يا خبر سامية علوبة، ده احنا واحنا صغيرين كنا ساكنين في المعادي وكنا بنيجي المركز عندكم، والمركز ده انقذني. اللي قالت لي انقذني بعد الولادة، كنت مكتئبة وكنت عايزة ارجع للحالة الاصلية بتاعتي، وفرق في نفسياتي وفرق في صحتي. وقابلت كذا حد واللي يقول لي تلامذتي كانوا بيجوا المركز عندكم، واللي تقولي انا كمان كنت باجي، واللي تقولي مش فاكراني اول ما جيتي امريكا اتمرنت معاكي. اتبسطت جدا. تاني افتكرت انه الخدمة اللي بتتقدم في المجال ده بتساعد ناس كتير وبتلعب دور
كويس في حياتهم، واتبسطت جدا إن شفت ناس مصريين كتير. أنا ما بشوفش مصريين كل يوم أبدا، كل اللي بشوفهم ناس تانية مختلفة، أمريكان على هنود على صينيين آسيويين، ناس لطاف جدا بس جنسيات مختلفة، والمصريين ما بقابلهمش كتير. النهاردة كان حلو قوي. طبعا زعلت إنه فلوريدا والأهلي يا خسارة تعادلوا في الصفر، لكن كان الليلة جميلة الصراحة.